السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا نهاد، والنهاردة بقى بإذن الله هنعمل بقى الأكلة الجامدة اللي انتوا شايفينها ديت، أكلة المذبح او أكلة العيد. كلنا طبعا بنحبها، وانا وريتكم في فيديو سابق ازاي بننضف الممبار والكوارع، وبإذن الله انزل لكم فيديو في تنظيف الكرشة بإذن الله، ولحمة الراس واللسان. هنعمل طبعا كل الاكلات اللي هي بتاعه العيد، ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو. النهاردة هنعمل ممبار وهنعمل كوارع وهنعمل فتة كوارع، انما بقى ايه تستاهل بقكم. الاول كده انا طبعا كنت نضفت الممبار زي ما انا وريتكم كده في الفيديو اللي فات، وخلاص بقى كده جاهز على ان انا بقى سبكت له تسبيكه كده ني في ني زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى التسبيكه اللي هي ني في ني ديت والله جميله جدا جدا، طعم وريحه، ويعني بص بقى قوام زي الفل. بعد ما سبكتها بقى كده وحطيت لها التوابل بتاعتها، بسيبها بقى تشرب شويه كمان على ما اكون بقى جهزت الرز بتاعي وقطعت الخضره بتاعتي زي ما انتم شايفين، وكل حاجه جاهزه معانا زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى التست بقى كده، حطيت معلقه التوم دهيت بتخلي بقى ايه الرز بقى والخلطة بتاعت المحشي كده ريحتها وطعمها كده بصراحة تحفة، مع معلقة الزيت بتخلي الرز برضو مفلفل كده، ما يبقاش معجن، وفي نفس الوقت بتديله لمعة كده وبيبقى شكلها حلو قوي قوي. انت بقى عايزه تزودي الخضره، عايزه تقلليها، كل واحد وذوق. انا بحب الخضره كتير في الممبار زي ما انتوا شايفين، وبحب كمان الصلصه تبقى كتير. مش عايزه تسبكي الصلصه للممبار براحتك، عايزه تحطيها كده تضربيها في الخلاط وتحطيها كده زي ما هي فريش كده مش مشكله، كله ماشي، بس انا بحبه كده وطعمه بيبقى جميل جدا جدا. بصوا بقى طريقتي في حشو الممبار. في ناس طبعا بتحشيه بقى ازاي، اللي بتمسكه بقى كده زي يعني بايديها الاتنين بقى وتحطه على الرز وتفضل تحشي بقى بالرز بايديها الاتنين، بس انا بصراحة ما مشيتش معايا خالص. وفي ناس بتحط بقى قمعة او بتحط حاجة كده وتفضل برضو، ده بياخد وقت. وفي ناس بتقطع وش ازازة كده، بق ازازة كده صغيرة بتاعت المية ديت او بتاعت الحاجة الساقعة، وتحط برضو الممبراية فيها كده وتفضل برضو تحشي. كل واحد بقى والطريقة بتاعته. انا بالنسبة لي دي اسهل طريقة، من يعني على طول بعتمدها في ان انا احشي الممبار، طريقة سهلة وجميلة وفي نفس الوقت ما تزروطليش الدنيا. اهو بحط الممبرايه بين ايديا الاتنين او بين صوابع الاتنين كده زي ما انتوا شايفين، وبجيب بقى كده الايه الرز ما بين صوابعي وبدخل بصباعي التاني في ايدي التانية. ما بتمليش بقى الممبار جامد، بتخليه كده مبطط كده زي ما انا وريته لكم. ولو في صباع بقى كده انا كنت مقطعاه زي ما انتوا عارفين وانا بنضفه في الفيديو اللي فات زي ما احنا قلنا، بتخليه بقى مبطط زي ما هو بالشكل ده. عايزاه بقى كبير عايزاه صغير، اللي يريحك. بحطه بقى هنا في الميه، بحطه في ميه بس ما بحطش اي ملح او اي توابل معاه الا في الاخر خالص، واحتمال ما بحطش يعني في الغالب ما بحطش. ليه؟ لان الرز والحاجه الحشوه بتاعت الممبار هي بتنكه الشوربه بتاعتي وكده، ولا كده احنا ما بنشربهاش او ما بنستعملش الشوربه بتاعت الممبار. تمام كده. كان بقى اقول لك عايزه اقول لكم ريحته كانت قلب الدنيا، والله ريحته كانت جميله. وفي طبعا هو كش شويه، ليه بقى انا مش عارفه، بس هو في الغالب علشان كبير في السن، لانه اخذ سوا شويه. تمام. انا كنت جايبه ممبار اللي هو الممبار البقري وممبار جاموس، كنت جايبه من ده وده. زي ما انتوا شايفين بقى كده طلعته وحمرته بقى كده، وبنعمل شويه رز للفته. انا كنت حمصت شويه عيش كده في الفرن، وعملنا الرز ابيض زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وسيبته يتشرب. هنا بقى الشوربه بتاعت الكوارع، حطينا فيها بقى ايه طماطمايه وبصلايه، حطي بقى كل اللي نفسك فيه، حبهان، ورق لوري، ماجي، مش عايزه ماجي حطي ملح بس، اكتفي بالملح بقى. كل واحد وذوقه، بس انا بعملها بالشكل ده. دي هتحل الضغط طبعا، لان انا مش عارفه سوى الكوارع هياخد مني قد ايه. هي خدت سوى شويه، بس انا عايزه اقول لكم كانت زي الملبن والله. خلصت بقى الكوارع وهخش بقى على الدقه بتاعه الفته. بصوا بقى انا بعمل بتاعه دقه الفته بقى ازاي،
وخلي بالكم من الطريقه اللي معرفش بقى انتوا معظمكم بتعملوها زي ما انا بعملها كده، ولا دي حاجة جديدة بقى من عندي، انا مش عارفه، بس انا بعملها كده على طول، بتبقى جميلة جدا جدا. بحمر تومية كده الاول في معلقة سمنة، تمام كده، مش بخليها تتحمر قوي يعني، يا دوبك بس ايه تصفر حاجة بسيطة. وبحط معلقة خل بقى كبيرة كده، او معلقتين خل كبار قوي كده، وبعدين عصرة ليمونة، وبعدين بنزل عليهم بكوباية شوربة من بتاعة الكوارع. وكمان بجيب كبشة من الصلصة بتاعة الفتة، وبقوم حطاها على الدقة، وبجيب ده كله بقى وبقوم حطاه على العيش زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم بقى بتبقى طعمها جميل جدا جدا. في ناس بقى بتحط السمنة على التوم بقى يتحمص مع العيش كده، لا الطريقة ديت احلى. جربوها كده وان شاء الله هتعجبكم. بنسقسق بقى العيش زي ما احنا عارفين كده، او زي ما انتوا شايفين كده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبحط الرز بتاعي اللي هو الابيض بقى مفلفل وجميل ازاي. اللي وصل معايا للفيديو لحد هنا يا ريت تحطوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب للقناه، وتعملوا لي الجرس تفعلوه علشان يوصل لكم مني كل جديد. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. واللي يعني اعملوا لي لايك. تمام كده. بنحط الرز زي ما انتوا شايفين، بنسويه بقى كده، وكل واحد بقى وذوقه. في ناس بتحط الرز وبعدين العيش، في ناس يعني على حسب بقى المكان وعلى حسب البلد اللي انتوا بقى فيها. انا مش عارفه الاستند بتاع التليفون كان باين بقى مني، مش عارفه ازاي، مش مهم. بجيب بقى صلصه كده على الوش، وبحط بقى ايه حتتين كوارع بقى كده على الوش زي ما انتوا شايفين. وبحط بقى صلصه بقى في طبق كده جانبي اللي عايز يزود عليها. كان معايا هنا طماطمايه انا بشراها على معلقه صلصه ومعلقه توم ومعلقه زيت وملح وفلفل وكمون وحبهان وجوز الطيب. وحبيت اعملها كده ايه في الطاجن، حتتين كده في الطاجن، حطيتهم كده وقلبتهم ايه على بعض الخليط، ورحت حطها عليه ومقلباه كويس، ورحت حاطه شويه شوربه، ورحت مدخلاه الفرن. عايزه اقول لكم كانت الريحه ماليه الشقه وماليه المكان والله. وعايزه اقول لكم الطعم كمان كان زي الفل. عايزه تحطي بقى حته حبهان، حته جوز الطيب بقى اللي يريحك. تمام كده. على الفرن بقى، وبندخله زي ما انتوا شايفين، وبنسيبه لغايه بقى ايه ما يتظبط كده بقى، وياخد ويدي بقى في الايه في التسبيكه بتاعتنا اهو. شايفين بقى الجمال. عايزه اقول لكم بقى الايه الريحه والبقبقه ديت بقى حاجه كده تخطف الروح. خلصنا الاكل بتاعنا وغرفنا زي ما انتوا شايفين. الاكل كان جميل والله، كان زي الفل. انا عندي ولادي بيحبوا بقى جزء من الممبار ما بيبقاش متحمر، وفي جزء بقى طبعا حمرناه. وادي الفته بتاعتنا، وادي بقى الكوارع بقى، وشويه الشوربه بقى والبهاريز زي ما انتوا شايفين. واللي حابب يحط ليمونه. كان الطاجن في الوقت ده لسه خارج بقى من الفرن، وحطيت بقى الصلصه بتاعت الفته.